المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى. الصفة بلشوات سر. الصفة اسم دال على بعض أحوال الذات، ويوجد نوعان: الصفات الحقيقية وتأتي بعد الموصوف، كالمثال نجمة حمراء، جوغ بلج. وأشباه الصفات جريدة اليوم، نيباراغازيتر، وتأتي قبل الموصوف. ففي حالة الصفات الحقيقية فإن أداة تصريف الحالة الاسمية وأداة الجمع تتصل بالصفة وليس بالموصوف. القميص الأزرق، جنشخانته، جنشخانتر، جنشخانتم، جنشخانتمچه، جنشخانتو. قغغ بلجكر، الزهور الحمراء. أما في حالة أشباه الصفة فإن أداة التصريف وكذلك أداة الجمع تتصل بالموصوف وليس بشبه الصفة. يمكن للموصوف أن يكون له عدة صفات في كلتا الحالتين، الحقيقية وغير الحقيقية، كما يمكن أن تكون الصفة في حالة النكرة أو التعريف. وإليك تفاصيل أكثر في الفقرات التالية. الصفة الحقيقية وشبه الصفة: نشن بلشات خمرة، يحل أغا بلشات خمرة. 1. الصفات الحقيقية: نشن بلشات خر، وهي التي تصف حسب الشكل أو طبيعة المادة أو اللون، وتأتي بعد الموصوف. أمثلة: والسفج، ثلج أبيض، شو أشر، عسل لذيذ، مأرس خراي، تفاح كروي، مأرس بلج، تفاح أحمر. وهذا النوع من الصفات هو الذي تستخدم فيه حالات التفضيل: طويل، أطول، الأطول. 2. أشباه الصفات: يحل أغب لشات سخر. يمكن التمييز بين حالتين من الصفات: 1. حالة تأتي قبل الاسم الموصوف تظهر الوقت أو المكان: نيبر أوفر، عمل اليوم، هشحغر قاتر، الطابق العلوي. هذا النوع أشباه الصفة لا يستطيع أن يظهر الوصف بشكل تفاضلي أكثر أو أقل. 2. حالة تأتي فيها الصفة قبل الموصوف أيضا، وتتميز بأن الصفة هي المادة المصنوع منها الموصوف: زخش إجغمجة. وهذا النوع تم إدراجه مع أشباه الصفات لسببين: أولا لأن الصفة تأتي قبل الموصوف، وثانيا لا يستطيع أن يظهر الوصف بشكل تفاضلي أكثر أو أقل أو أطول. مثال: بخب أقور، مقعد، صوفاية خشبي، دشة، طاووس، دجاج ذهبي. اعتبرت الألوان الزاهية كمادة الذهب. دشب جمشخ، ملعقة ذهبية. وإليك أمثلة للمقارنة بين جملتين مؤلفتين من نفس الكلمات، إحداهما لصفة حقيقية والأخرى الصفة هي المادة المصنوع منها الموصوف. ولد ذهب، إنسان، أخلاقه رائعة كالذهب. جلدش، الصفة بعد الموصوف، الولد ليس مصنوعا من مادة الذهب. ولد ذهب، تمثال، مصنوع من مادة الذهب. دشجال، الصفة قبل الموصوف، الولد مصنوع من مادة الذهب. إذن الصفة الحقيقية تأتي بعد الموصوف. أما في حالتي شبه الصفة والصفة عندما تكون هي المادة المصنوع منها الموصوف فإنهما تأتيان قبل الموصوف. عندما تأتي مع الاسم صفة حقيقية وصفة غير حقيقية معا، فإن الصفة غير الحقيقية تأتي قبل الاسم الموصوف.
بينما الصفة الحقيقية تأتي بعد الاسم الموصوف. نيبرجوداخر، لعبة اليوم الجميلة. تصريف الصفات حسب الحالات الاسمية وحسب الأعداد. بلشات سكر، شوق خمجة، هجيب شاغ خمجة، زرز وجرر. 1. الصفة الحقيقية تأتي بعد الموصوف، ويتم التصريف الصفة الحقيقية مع الموصوف كأنهما كلمة واحدة، أي أن الذي يظهر عليها التصريف وأداة الجمع هي الصفة الحقيقية وليس على الموصوف، كما يمكن للصفة التصريف لوحدها. 2. الصفة غير الحقيقية تأتي قبل الاسم الموصوف ويظهر التصريف وكذلك أداة الجمع على الموصوف وليس على الصفة غير الحقيقية، كما يمكن للصفة التصريف لوحدها. 3. عندما تكون الصفة الحقيقية وغير الحقيقية لوحدهما يمكن تصريفهما حسب الحالات الاسمية وأداة الجمع. 4. عندما تأتي عدة صفات مع الاسم فإن التصريف وأداة الجمع تظهران على الصفة الأخيرة فقط، وعندما تكون هذه الصفات متنوعة، صفات حقيقية وغير حقيقية، فإن الحقيقية تأتي بعد الاسم وغير الحقيقية قبل الاسم.